مساء الخير، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده الطحينه الخام في البيت اللي احنا بنجيبها من بره، سواء برطمانات او سايبه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عملت معايا كميه كويسه جدا وبمقادير مش كتيره. تابعوني عشان تعرفوا الخطوات وشوفوا الفيديو للاخر. لو لسه ما عملتوش اشتراك وفعلتوا الجرس، فعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. جبت كده معايا كوبايه من السمسم الابيض، وكمان ربع كوبايه من السوداني اللي هو مش مملح. حطيتهم في طاسة على النار، وبعد كده على نار متوسطة ابتديت ان انا اسخنهم بس ما بحمصهمش. بعد كده جبت المطحنة بتاعة التوابل، ابتديت ان انا احط فيها الكمية عندي. حطيت نص الكمية في الاول، وهضربهم بالشكل دوت لحد ما يوصلوا لقوام ناعم على قد ما نقدر. بقوا معايا كده هو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وجبت بقى الكمية كلها بعد ما خلصتها، حطيتها في الخلاط عندي. وهبتدي اضيف بقى كوباية من الدقيق بنفس الكوباية اللي احنا حطينا بيها السمسم، وكمان كوباية الا ربع من الزيت. وهبدأ ان انا اضرب فيها لحد ما توصل للقوام دوت. شايفين لونها عامل ازاي وقوامها وطعمها حقيقي احلى من اللي في البرطمانات. كمان سعر الطحينة دلوقتي بره بقى مبالغ فيه بصراحة، وفي البيت انضف طبعا بكتير بمراحل، وهنعمل كمية كبيرة وفي نفس الوقت سعرها مش هيبقى غالي زي ما هنشتريها من بره. جبت الميزان بقى وهوزن كده الكمية طلعت لي قد ايه. طلعت لي 377، يعني حوالي 380 جرام، نقول 400 جرام مثلا من الطحينة الخام. هنعملها بقى دلوقتي سلطة الطحينة عشان نشوف هتربط معانا ولا لأ. جبت كده كام معلقة في طبق، وحطيت عليهم فص بقى من الثوم، ونص معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من الشطة، ممكن نستغنى عنها اختياري، ونص معلقة من الكمون، نص معلقة من الملح، ورشة كده من الفلفل الاسود. وحوالي معلقة صغيرة من الخل. وهقلبهم الاول كده بالمضرب او بالشوكة. قوامها شايفين اتغير معايا ازاي وتقل زي الطحينة بتاعت بره بالظبط. هنزل عليها بقى بالمية السخنة، وهبدأ ان انا اقلبها لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هتربط معايا تاني وبيضت وبقت زي الفل. شايفين بقى شكلها اهوت. احنا بنحب قوامها كده، ممكن تتقلوها عن كده، ممكن تخففوها. حطيتها في طبق بقى، وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك.